السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قضيه جديده. قضيتنا اليوم على واحد السفاح اللي حمق الشرطه المغربيه لدرجه بقاو سنين وهما كيقلبوا عليه. هاد السفاح كان عارف راسو شنو كيدير، ما كيخطي واحد الخطوه حتى كيدرسها مزيان. ما كانش كيختار اي واحد، لا، كان كيختار غير واحد النوع محدد من الضحايا ديالو. الا بغيتوا تعرفوا شكون هو هاد السفاح خليكم معايا حتى الاخر باش تعيشوا معايا الاحداث لحظه بلحظه. اما بالنسبه للناس اللي كيشوفوا قناتي اول مره وعجبكم المحتوى اللي كنقدم، ما تنساوش تشجعوني بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد حطيته. القصه ديال اليوم وقعوا الاحداث ديالها في مدينه الدار البيضاء بتاريخ 16/5 عام 1993. في هذا النهار غيمشيو واحد الناس عند البوليس كيبلغوهم باللي جارتهم اللي ساكنه غير بوحديتها دابا مده ديال 4 ايام باش ما بقاش بان ليها الاثار، وهذا الشيء ماشي من عادتها، حيت هاد المراه حنا كنعرفوها مزيان، هذه سنين وهي ساكنه حدانا وما كيجي عندها حتى واحد. ولكن اللي جانا غريب، حنا موالفين كنمشيو ندقوا عليها يوميا نشوفوا واش خاصها شي حاجه، ومره هي كتجي تجلس معنا قدام الباب. ولكن هذه 4 ايام باش كنمشيو عندها والسيده ما كتجاوبناش. وفي هذا الصباح بدينا كنشمو واحد الريحه ماشي عاديه كتخرج من الدار ديالها. هذا الشيء اللي خلانا نتشوشوا عليها، حيت خفنا لا تكون المراه وقعت لها شي حاجه وسط دارها وما جاب لها حد خبار. من بعد ما سمعوا لهم البوليس داروا ليهم محضر ومشاو معاهم للدار ديال جارتهم باش يتاكدوا بنفسهم. ولكن حتى هما عياو يدقوا في الدار ديال هاد المراه وحتى واحد ما كان كيجاوبهم. هنا البوليس لاحظوا باللي بصح كاينه واحد الريحه ماشي عاديه كتخرج من دارها. وحتى فاش سولوا الجيران واش ما بانت لكمش هاد السيده في هاد 4 ايام الاخرى، كلهم اكدوا باللي ما شافوهاش، حيت البوليس قالوا ما ربما تكون رجعت للدار وهاد جاراتها اللي حداها ما ردوش لها البال. منين تاكدوا البوليس من الاقوال ديال الجيران، ديك الساعه خداو امر من النيابه العامه باش يدخلوا لهاد الدار. وفعلا داكشي اللي وقع. منين فرعوا الباب ودخلوا، هنا غادي يكتشفوا واحد الكارثه قدامهم. غيلقاو هاد المراه الكبيره طايحه على ظهرها في الصالون وغارقه في الدم ديالها. منين قربوا ليها لاحظوا باللي الضحيه مذبوحه من الوريد حتى الوريد، يعني هاد المراه تعرضت لجريمه قتل من ابشع ما يكون. هاد المراه كان سميتها مباركه وفي عمرها 72 عام. هنا البوليس مباشره اتصلوا بفرقه التشخيص القضائي باش يجيو يديروا المعاينه ديالهم. ومن خلال المعاينه الاوليه لاحظوا باللي الحوايج اللي في الدار والماريو ديالها كانوا كلهم مرونين. هاد الشيء اللي خلاهم يشكوا باللي شي واحد كان كيقلب في حوايجها، يعني هاد الشخص اولا الاشخاص اللي ارتكبوا هاد الجريمه في حق هاد المراه كان الهدف ديالهم يسرقوها. ولكن اللي كان غريب هو الضحيه كانت مراه كبيره، يعني شنو اصلا غيكون عندها حتى يفكروا يسرقوها. فهاد الوقيته كانوا فرقه التشخيص القضائي التحقوا بعين المكان وجمعوا كاع الادله والبصمات اللي كاينين في الدار. كانوا البوليس كيعطيو احتمالات باللي هاد المراه غادي تكون تقتلات في نفس النهار اللي قالوا الجيران اختفت فيه، يعني قبل 4 ايام، حيت كان باين على الضحيه باللي مده هذه باش تقتلات. البوليس من بعد ما سالوا الاجراءات ديالهم، هنا بداو كيسولوا في الجيران. قالوا لهم واش ما بان لكم حتى شي واحد داخل عند هاد المراه للدار، اولا شي واحد كيدور حدا باب دارها، اولا مثلا سمعتوا شي صداع مؤخرا عندها. ولكن الجيران كاملين اكدوا بلي ما شافوا حتى شي واحد داخل عندها للدار اولا سمعوا عندها شي صداع، حيت اصلا هي ما كيجي عندها حتى شي حد. واخا عندها واحد خوها ساكن في مدينه اخرى ولكن ما كيسولش فيها نهائيا. هاد الجيران قالوا للبوليس بلي هاد المراه سنين هذه وهي ساكنه غير بوحدها، حتى فاش كنسولوها على عائلتها كتقول لنا انا ما عندي عائله اللي تسول فيا. وهما مازال كيبحثوا مع الجيران. هنا غيعرفوا منهم بلي هاد المراه شحال هذه كانت كتخدم شيخه، ولكن هاد الشيء داز عليه سنين طويله. المهم من بعد ما صيفطوا الجثه للطب الشرعي، بقاو البوليس كيسولوا في هاد الحي حتى شافوا واحد الوليدات صغار كيلعبوا قراب من الدار ديال الضحيه، وحتى هما مشاو عندهم باش يسولوهم واش شافوا شي واحد داك النهار كيدور في داك الحي، بحكم هاد الولاد كيخرجوا كل نهار يلعبوا في هاد الحومه. من بين هاد الدراري اللي كانوا كيلعبوا كان واحد الولد في عمره 7 سنين. هاد الولد غيقول للبوليس بلي داك النهار مع جوايه الجوج ديال النهار بانت ليه واحد المراه كطلب، لابسه جلابه كحله ودايره النقاب، وكانت هازه في يديها واحد القفه. هاد الولد قال لهم راني شفتها فاش دخلت عند هاد المراه للدار، حيت الضحيه كانت كتسكن في الاخر ديال الزنقه وديك الزنقه ما كانتش كتخرج. ولكن هاد الولد غيقول للبوليس انا ما شفتش هاد المراه فاش خرجت، شفتها غير فاش دخلت. هنا البوليس رجعوا سولوه، قالوا ليه واش شفتي هاد المراه في وجهها؟ جاوبهم وقال لهم لا، حيت هاد المراه كانت مغطيه وجهها. منين عرفوا هاد المعلومه بداو كيقلبوا في ديك المنطقه كامله على شي مراه بنفس المواصفات اللي عطاهم هاد الولد باش يتاكدوا واش فعلا هاد المراه كانت غير كطلب اولا تقدر تكون هي اللي ارتكبت هاد الجريمه. ولكن واخا قلبوا ديك المنطقه كامله ما لقاو حتى شي مراه بنفس هاد المواصفات اللي قال لهم هاد الولد. في هاد الوقيته بالضبط
كان الاخ ديال الضحيه سمع هاد الخبار وديك الساعه شد الطريق لمدينه الدار البيضاء باش يعرف شنو وقع لختو. وغير وصل حتى هو استدعاوه البوليس باش يدوز في التحقيق. ما ربما يكون عنده شي دافع اللي يخليه يقتل ختو، ولكن واخا بحثوا معاه تاكدوا بلي ما عنده حتى علاقه بهاد الجريمه. وهنا فين غادي يسولوه، قالوا ليه واش كاينه شي مرا في العائله ديالكم كدير النقاب، ولكن حتى خوها اكد للبوليس بلي ما عندهم حتى شي وحده في عائلتهم بهاد المواصفات. هنا البوليس داخل ما عرفوا اين طريق غادي يشدوا، كانوا كيفكروا غير شكون هي هاد المراه المنقبه اللي دخلت داك النهار عند الضحيه. فهاد الوقيته كان خرج تقرير البصمات، وهنا فين غتكون المفاجاه الكبيره، حيت غيكتشفوا بلي الدار كامله فيها البصمات غير ديال الضحيه والجارات ديالها اللي كانوا كيجيو عندها واللي بنفسهم بلغوا على الاختفاء ديالها. ولكن واخا رجعوا بحثوا معاهم ما لقاو حتى شي دليل ضدهم. بقاو البوليس على هاد الحال، كل مره كيرجعوا يستدعيو الاخ ديالها والجيران وكيسولوه باش يشوفوا واش باقيين مثبتين على نفس الهضره اللي قالوا في الاول ولا كاين شي تناقض في الاقوال ديالهم. وفعلا كانوا كل مره كيعاودوا ليهم نفس الهضره. المعلومه الوحيده اللي عرفوا من خوها باللي اختو كانت عندها فلوس صحيحه في الدار، وهاد الفلوس جمعاتها منين كانت كتخدم. هادشي خلى البوليس يتاكدوا باللي الجريمه وقعات بدافع السرقه، وبحال والو تكون هاد المراه اللي كانت كتطلب هي اللي دخلت عليها وقتلاتها. هذا الاحتمال الاول. ولكن المشكل الكبير هو لحد الساعه البوليس مازال ما وصلوا لهاد المراه. بقى الحال كيف ما هو، والبوليس مازال كيبحثوا في هاد القضيه حتى داز عام، وللاسف ما وصلوا لحتى حاجه جديده. بقات هاد القضيه غامضه وموراها لغز كبير، حيت ما قدروش يعرفوا شكون هو هاد الشخص اللي دخل على هاد المراه وقتلها. هادشي اللي غيخلي هاد الجريمه تسجل ضد مجهول ويتسد الملف ديالها حتى العام 1997. واحد النهار غتدخل واحد البنت للكوميساريه وهي كتغوت وكتبكي. الحاله اللي كانت فيها ما كانتش كتبشر بالخير، كتبين باللي واقع عليها شي كارثه. هاد البنت قالت للبوليس باللي لقات امها مقتوله في دارها. كانت البنت ما قاده حتى تهضر بكثره ما كانت كتبكي وكتغوت على امها. ملي شافوها البوليس في ديك الحاله بداو كيهدنوا فيها غير باش يفهموا منها شنو واقع. من بعد ما تهدنات شويه طلبوا منها تعاود ليهم شنو واقع معاها، وهنا فين بدات كتعاود ليهم. قالت لهم اليوم في الصباح مشيت عند امي للدار حيت مولفه كل سيمانه كنمشي نطلع عليها ونجلس معاها شويه. في الاول بقيت كندق عليها ولكن ما كانتش كتجاوبني. ديك الساعه جبت الساروت ديالي وحليت الباب، ولكن فاش دخلت للدار كنلقى امي طايحه على الارض مذبوحه وكلها دمايات والدار كلها مقلوبه. شي واحد دخل على امي للدار وقتلها باش يسرق الفلوس والذهب ديالها. هاد البنت كانت مزوجه وكتسكن في نفس المدينه، غير هي كتسكن في واحد البلاصه بعيده على دار امها. داكشي علاش كتجي تزور الام ديالها كل سيمانه وتجلس معاها شويه. من بعد ما سمعوا ليها مشاو معاها باش يشوفوا شنو واقع، وفعلا غير دخلوا البوليس للدار كيلقاو قدامهم واحد الجريمه من ابشع ما يكون. شافوا المراه مذبوحه والدم داير بها من كل جهه. هاد المراه كان سميتها عائشه وفي عمرها 65 عام. وغير من المعاينه الاوليه لاحظوا البوليس باللي الضحيه ما فيها حتى شي طعنه في الجسم ديالها من غير ديك الذبحه اللي كانت في عنقها، ولكن دارها حتى هي كانت مرونه وحوايجها كلهم طايحين في الارض، حتى حاجه ما كانت في بلاصتها. ومنين عرفوا من بنتها باللي فلوسها والذهب ديالها ما كاينينش تاكدوا بلي هاد الشخص قتلها باش يدي ليها رزقها. بطبيعه الحال هنا البوليس بداو كيستجوبوا في الجيران اللي كيسكنوا حداها، قالوا لهم فوقاش اخر مره شفتوا فيها عيشه. هنا واحد الجاره قالت للبوليس شفتها غير والبارح، كانت هازه واحد القفه فيها التقضيه وداخله لدارها، ومن تما ما عاود شفتها. المهم من بعد ما جات فرقه التشخيص القضائي وجمعت كاع الادله والبصمات اللي كاينين في مسرح الجريمه، ديك الساعه هزوا الجثه وصيفطوها لمستودع الاموات باش يفحصها الطب الشرعي. ومنين كملوا الاجراءات ديالهم خرجوا البوليس كيسولوا في ديك المنطقه كامله، لدرجه حتى من موالي الحوانت والعساسه اللي كاينين تما كانوا كيدوروا عليهم واحد بواحد وكيسولوهم، حتى وصلوا لواحد الراجل. هاد السيد غيقول للبوليس واحد الهضره اللي غتخليهم يرجعوا سنين للور. قال لهم البارح تقريبا مع 12:30 ديال النهار منين كنت غادي للجامع باش نصلي صلاه الظهر دزت من ديك الزنقه، وتما فين بانت ليا واحد المراه جالسه كتسعى اون فاس مع الزنقه اللي كتسكن فيها هاد السيده اللي تقتلات. كنت بغيت نمشي عندها نعطيها شي بركه، ولكن حيت كنت معطل وغتفوتني الصلاه قلت حتى نخرج من الجامع وندوز نعطيها اللي قسم الله. ولكن في ديك المده اللي مشيت صليت ورجعت ما لقيتهاش. البوليس غير سمعوا هاد الهضره ضربهم الضوء، حيت تفكروا الجريمه اللي وقعت في عام 1993 فاش داك الدري الصغير قال لهم راه شفت واحد المراه كتطلب لابسه جلابه كحله ودايره النقاب وهزه واحد القفه في يديها. وحتى هاد السيد عطاهم نفس المواصفات ديال هاد المراه، باللي كانت لابسه جلابه كحله وحاطه حداها واحد القفه. واللي زاد خلاهم يتاكدوا من الشكوك ديالهم هي الجريمه الاولى والثانيه وقعوا في مناطق قريبه من بعضياتهم.
ديك الساعه البوليس رجعوا كيسولوا الناس اللي كيسكنوا في هذا الحي واش داك النهار بالضبط مع جويه 12:30 ديال النهار شافوا شي مرا دايره النقاب ولابسه جلابه كحله وهازه واحد القفه في يديها. ولكن اللي غريب هو بعض الناس اللي ساكنين في هذا الحي قالوا البوليس حنا ما شفنا حتى شي مرا بهذه المواصفات، يعني هذا الراجل بوحده هو اللي شافها. هنا كيبقى السؤال، واش هاد المرا هي اللي كتدخل على هاد العيالات وكتقتلهم باش تدي لهم فلوسهم، ولا يكون شي شخص اخر هو اللي كينفذ هاد الجرائم وموراها كيغبر دقه وحده؟ حيت حتى من الجيران ما كانوش كيشوفوا هاد المرا، وحتى واحد فيهم ما كان كيسمع شي صداع واقع عند الضحايا في الدار ديالهم. وهذا الشيء اللي جاهم غريب، يعني هاد القاتل كينفذ الجرائم ديالو بلا ما يخلي شي اثر موراه. هاد الشيء كيبين باللي هاد الشخص كيعرف شنو كيدير مزيان وما كيخطي واحد الخطوه حتى كيكون ضابطها من كل جهه. بقاو البوليس على هاد الحال كيقلبوا على هاد المرا اللي كتطلب، ولكن للاسف ما غيلقاوش ليها الاثار نهائيا، بحال كتشق الارض وكتسرطها، لدرجه مشاو حتى لواحد المقبره قديمه اللي كانت قريبه من هاد المناطق، لعل وعسى غير يلقاو فيها شي حاجه اللي تفيدهم. ولكن واخا قلبوا مزيان ما لقاو والو. دازت مده عام ونص على هاد الجريمه، ومره اخرى البوليس ما وصلوا لحتى حاجه جديده في هاد القضيه. داكشي علاش حتى هاد الجريمه غتسجل ضد مجهول وغيتسد الملف ديالها، حيت البوليس ما قدروش يوصلوا للقاتل الحقيقي. حتى وصلت سنه 2000 واحد النهار تقريبا مع 5:30 ديال العشيه غيجي البوليس بلاغ من واحد الشخص كيعلمهم باللي لقى الام ديالو مقتوله في الدار. البوليس ديك الساعه تفاعلوا مع هذا البلاغ ومشاو لعين المكان هما وفرقه التشخيص القضائي. منين دخلوا للدار هنا غيتفاجئوا باللي الضحيه حتى هي مرا كبيره في عمرها 68 عام. هنا بداو كيسولوا ولدها، قالوا ليه عاود لينا بالتفصيل شنو وقع معك بالضبط وفين كنتي قبل ما تجي للدار. قال لهم انا كنخدم في واحد الشركه وما كنخرجش حتى ل4 د العشيه. منين خرجت جيت نيشان للدار، ولكن غير حليت الباب ودخلت كنتفاجئ بالام ديالي مقتوله والدم في كل بلاصه في الارض، حتى من الدار كلها مقلوبه. والمجرم اللي دار فمي هاد الحاله سرق الفلوس كامله اللي كانت مخبعاها الام ديالي في الماريو. هاد الولد قال للبوليس بلي كيعيش غير هو وامه في الدار وما عمر وقع لهم شي مشكل مع شي واحد. قال لهم حنا ديما في حالنا داخلين سوق راسنا وما كنجبدو مشاكل مع حد اللي يفكر ينتقم منا بهاد الطريقه. حتى من الجيران والناس ديال الحومه كيعرفونا مزيان وكلهم كيشهدوا بهاد الشيء. لحد الساعه انا مازال ما استوعبتش هاد الشيء اللي وقع. من المعاينه المبدئيه اللي داروا البوليس على الضحيه غيتفاجئوا باللي حتى هي تقتلت بنفس الطريقه اللي تقتلوا بها الضحايا في 93 وفي 97، وحتى هاد المراه ما كانت فيها حتى شي طعنه في الجسم ديالها من غير الذبحه اللي في عنقها، وحتى دارها كانت مقلوبه بنفس الطريقه ديال الضحايا اللي قبل منها. من بعد ما سالاو البوليس المعاينه ديالهم ورفعوا البصمات اللي في الدار هزوا حتى هاد الجثه وصيفطوها للطب الشرعي لعل وعسى يعرفوا شي معلومه اللي تفيدهم. في هاد اللحظه البوليس تاكدوا باللي كيتعاملوا مع قاتل متسلسل اللي كيغبر واحد المده حتى كينسي البوليس وكيرجع مره اخرى ينفذ جريمته الثانيه. وهذا الشخص ما كيقتلش اي واحد، هذا كيعزل الضحايا ديالو حيت كلهم كانوا عيالات كبار في السن اللي ما يقدروش يقاوموه او اللي يدافعوا على راسهم، وحتى المناطق اللي كينفذ فيها جريمته كانوا قراب من بعضياتهم. البوليس تاكدوا باللي القاتل كيعرف هاد العيالات عندهم الفلوس وعايشين غير بوحدهم، كان عارف الوقت معايش كيدخلوا للدار ومعايش كيخرجوا. ولكن شكون غيكون هاد الشخص اللي كيرتكب هاد الجرائم؟ خصوصا البوليس واخا بحثوا في 2 جرائم من قبل ما وصلوا لحتى نتيجه، ولكن في هاد الجريمه قرروا البوليس يوسعوا البحث ديالهم كتر وركزوا غير على هاد المراه اللي منقبه وكتطلب. كانوا كيديروا اللي في جهدهم باش يوصلوا ليها دغيا، ومن بعد واحد المده وهما كيبحثوا وكيسولوا عليها قدروا يوصلوا لواحد المعلومه من عند واحد الراجل اللي كان كيزور الام ديالو في ديك المقبره اللي كاينه في نفس المنطقه. هذا الراجل بدا كيوصف هاد المراه للبوليس، قال لهم داك النهار اللي كنت خارج فيه من المقبره فعلا بانت ليا واحد المراه لابسه جلابه كحله دايره النقاب وهازه واحد القفه في يديها، وكانت لابسه في رجليها واحد البلغه صفراء، ولكن ديك البلغه كانت باينه بحال ديال الرجال. منين عرفوا البوليس هاد المعلومه رجعوا مره اخرى لديك المنطقه اللي كاينه حدا المقبره وبداو كيسولوا في الناس اللي ساكنين تما على هاد المراه، لعل وعسى يكون شي واحد شافها كدور في ديك البلاصه. في هاد الوقيته بالضبط اللي كانوا البوليس كيسولوا على هاد المراه هنا بداو كيتجمعوا عليهم الناس باش يعرفوا واش شدوا المجرم اللي كيقلبوا عليه ولا مازال، حيت الناس اللي كانوا ساكنين في هاد المناطق ولاو كيخافوا لهاد المجرم في اي لحظه يدخل على شي مراه ويقتلها بنفس الطريقه. ولكن اللي وقع ولفت انتباه البوليس من بين هاد الناس اللي كانوا مجموعين عليهم كان واحد الراجل باين عليه الخوف وغير كيسول هاد الناس كيقول لهم امضرا واش هاد مولات الجلابه والنقاب تشدات ولا مازال، واش عرفوها فين كتسكن
ولا عرفوا عليها شي معلومه جديده. المهم كان كيسول بزاف، يعني شي اسئله اللي ماشي عاديه، بحال باغي يعرف فين وصلوا البوليس في البحث ديالهم. فهاد الوقيته اللي كان هاد الشخص كيسول الناس، كان العميد ديال الشرطه حاضيه من بعيد كيشوف الطريقه اللي كيسول بها الناس وهو متوتر وخايف. هنا العميد غيعيط على واحد من المحققين اللي كانوا تما وغيقول ليه واش ما بانت لك حتى حاجه غريبه في داك السيد. وفعلا هاد البوليسي منين بدا كيدقق في هاد الراجل غير من التصرفات ديالو عرف باللي مخبي شي حاجه. ديك الساعه قرب منه وبدا كيسولو، قال ليه شنو سميتك وفين كتسكن؟ جاوبو هاد الراجل سميتي بن عيسى وكنسكن غير مورا هاد الزنقه. هنا رجع سولو شنو هي الخدمه ديالك؟ قال ليه انا عندي واحد الكروسه كنجمع اي حاجه قديمه وكنعاود فيها البيع بحال الكرتون والبلاستيك والحديد. هاد البوليس يطلب منه يعطيه البطاقه الوطنيه ديالو. هاد الراجل غير سمع البطاقه الوطنيه بدا كله كيترعد. فهاد اللحظه بان عليه الخوف بزاف. جاوب البوليسي وقال ليه راني نسيتها في الدار ما هزيتهاش معايا. المهم البوليس دخلهم الشك في هاد الشخص، هادشي اللي خلاهم يديوه معاهم للكوميساريه باش يديروا ليه تحقيق الهويه. ولكن غير دخلوا للكوميساريه بان لهم هاد السيد متوتر بزاف بواحد الطريقه اللي ما كانتش عاديه. هادشي اللي غيخليهم يزيدوا يشكوا فيه ويطلبوا امر من النيابه العامه باش يمشيو يقلبوا ليه دارو. وفعلا منين دخلوا لدارو وبداو كيقلبوا فيها، هنا فين غتكون الصدمه ديال بصح، حيت غيلقاو الجواب على كاع الاسئله اللي كانت كدور ليهم في راسهم هاد السنين كامله. غيلقاو واحد القفه فيها جلابه كحله والنقاب كحل. البوليس غير شافوا هاد الشيء قالوا ليه عليك كنقلبوا. هاد الدليل كان كافي باش يعرفوا باللي الشخص اللي كيقلبوا عليه هاد المده كامله وكان كيصحاب ليهم مراه صدق راجل وكيدوخ فيهم هاد السنين كامله. ديك الساعه اعتقلوه وداوه معاهم للكوميساريه باش يكملوا معاه التحقيق. البوليس شنو غيديروا؟ عطاوه يلبس ديك الجلابه وداك النقاب واستدعاو الشاهد اللي كان شافو في المقبره باش يشوفوا واش غيتعرف عليه ولا لا. وفعلا هاد السيد من بعد ما بدا كيحقق فيه واحد المده في الاخر قدر يتعرف عليه. قال لهم هي هذه المراه اللي شفت داك النهار. منين واجهوه البوليس بهاد الادله واخا هكاك بقى بن عيسى كينكر حتى ضغطوا عليه مزيان. منين شاف راسو ما بقى قدامه حتى شي حل في الاخر اعترف لهم بالجرائم اللي دار وباللي هو اللي قتل هاد 3 ديال العيالات. في الاعترافات ديالو قال لهم بن عيسى باللي كان كيختار الضحايا ديالو منين كيعرف ديك المراه عايشه غير بوحدها وعندها الفلوس كيخطط كيفاش يقتلها باش ياخذ الفلوس اللي عندها في الدار. وبطبيعه الحال ما لقى حتى شي طريقه احسن من يتقمص الشخصيه ديال المراه. وفي النهار اللي غينفذ فيه جريمته كيهز الحوايج اللي غيتنكر بهم وكيخرج من الدار في الصباح بكري فاش يلاه كتبدا تشرق الشمس. كيبدل حوايجه في ديك المقبره وكيمشي يجلس في شي بلاصه على اساس راه كيسعى حتى كتوصل الوقيته ديال الظهر. ديك الساعه كيمشي يدق على الضحيه وغير كتحل ليه الباب مباشره كيدفعها ويدخل عليها للدار. وديك الساعه فين كينفذ جريمته ما كيطلقها من يديه حتى كيكون دوز عليها. ديك الساعه كيمشي يقلب على الفلوس والذهب ومن بعد كيخرج كيتسلس باش ما يشوفوا حتى واحد، وحتى لا شافوا شي حد غيقول راه غير شي مرا كطلب. كان بن عيسى حتى كيتاكد باللي الضحيه ساكنه بوحديتها وعندها الفلوس عاد كينفذ جريمته. اما بالنسبه للضحيه الثالثه اللي كان ولدها عايش معاها كان عارف الوقت بالضبط اللي كيرجع فيه، يعني ما يجي ولدها فين يرجع للدار حتى يكون هو سالى جريمته وهرب من ديك البلاصه. منين كيسالي كيرجع لديك المقبره يبدل حوايجو ويرجع لدارو بحال لا حتى حاجه ما وقعت. ديك الساعه مشاو معاه البوليس لدارو باش يوريهم البلاصه اللي مخبع فيها الفلوس والذهب. وفعلا غير دخلوا معاه للدار لقاوه مخبع ديك الفلوس والذهب في واحد الحفره تحت الناموسيه فين كينعس. من بعد ما خداو الاعترافات ديالو مباشره حولوه للمحكمه وفي المحاكمه حكم عليه القاضي بالاعدام. وحتى حنا غادي تكون قضيتنا سالات. الى عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في هذه القصه في التعليقات حيت كيهمني نعرف الراي ديالكم. تهلاو ليا فراسكم وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.